السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. النهاردة فيديو مميز جدا. زي ما حضراتكم شايفين الجمال الحلاوة اللي قدامكم دي، التورتاية الحلوة دي أي حد هيشوفها طبعا هيفتكر إن أنا عاملاها بالسبونش الجاهز. عايزة أقول لكم إن التورتاية دي بكوبايتين بس من الدقيق العادي، وعملت سبونش في البيت بالدقيق العادي من غير لبن، من غير زيت، من غير سمنة، من غير فصل الصفار عن البياض وتعقيد في الشغل. ابسط من الطريقه اللي هتشوفوها النهارده مفيش. شايفين عامله ازاي؟ اسفنجيه من الدرجه الاولى. مفيش حد داق التورته دي الا وافتكر ان انا عاملاها بالدقيق الجاهز. بصوا يا جماعه، ما شاء الله الشوكه بتمشي فيها كريمه، الكيكه تتاكل لوحدها. كل الحكايه 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، مش من التلاجة. نقدر نستخدم المضرب الكهربائي كمان غير العجين، براحتكم، المتوفر نشتغل بيه. 3 أظرف من الفانيليا، كوباية واحدة بس من السكر. عندي هنا محسن جل مهم جدا، محسن جل في الوصفة دي. محسن الجل هناخد منه قد ايه؟ هناخد منه معلقتين صغيرين. ملحوظة، محسن الجل لازم يبقى زي اللي انا جايباه ده يا جماعة، لون الفازلين بتاعنا اللي بنستخدمه للأطفال، ما يبقاش لونه أبيض فاتح. ابيض فاتح شبه لون معجون الاسنان، اعرفي على طول ان دوت مش شغال وهيبوظ لك الكيكه بتاعتك. لازم يبقى باللون ده. معايا هنا كوبايتين من الدقيق المنخول، عليهم بس رشه بسيطه من الملح. شايفين البساطه؟ ولا ابسط من كده مكونات. نص كوبايه من النشا، معلقه كبيره من البيكنج باودر. انا استخدمت كيك شيف، تقدروا تستخدموا اي نوع. معلقه كبيره هرميه زي اللي انا حطيتها دي، وكوبايه ميه من الحنفيه. بس كده. شفتوا مقادير ابسط من كده؟ دي مقادير التورته. كل الحكايه ان انا هشغل عليها العجان على سرعه منخفضه شويه في الاول، وبعد كده هعلي السرعه لغايه ما الاقي الخليط ده اتضاعف وابتدى يبقى لونه ابيض وفاتح وهش زي اللي هتشوفوه كمان شويه. زي ما قلت ينفع بالمضرب الكهربائي، مفيش اي مشكله، بس مش هينفع في الخلاط. الناس كتير سالتني وبعتت لي كومنتس وقالوا لي ينفع في الخلاط. لما كنت عامله معاكم تورت قبل كده ما ينفعش في الخلاط. بصوا بسم الله ما شاء الله على الخليط بقى عامل ازاي يا جماعه. طبعا كانه سبونج جاهز بالظبط. يعني لما انا عملت معاكم قبل كده السبونج الجاهز وحطيناه في العجان كان بنفس الشكل ده ونفس القوام ده. ملحوظه يا جماعه، بصوا لما ارفع السلاح هنا والاقي الخليط بيبتدي يسيل وينزل كده من السلاح هنا، لا كده يبقى لسه شويه عليه. هو بياخد الموضوع كله 10 دقايق. هضرب فيه شويه كمان وهقول لكم امتى بالظبط نطفي عليه العجين. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين بنسميه احنا المنقار. اما تلاقوا في السلاح خط كده نازل او شبه المنقار كده مستقيم، ما بينزلش تاني، ما بيسقطش في الحله وثابت كده. شكرا جدا، الخليط بتاعي جاهز وتمام التمام. انا جبت هنا صينيه عاديه زي الموجوده في كل بيت، ما جبتش حله الكيك وهي اصلا مش عندي، فاشتغلت في صينيه عاديه، صينيه مقاس 24. جبت ورق زبده ثبته من الجناب بالشكل ده بقطع من الخليط بتاع التورته او خليط الكيك، يعني عشان بس ورق الزبده يثبت. وعليت قوي الحروف بتاعه الجوانب بتاعه الصينيه علشان الخليط لما يرتفع معايا ياخد الارتفاع ده، ما ياخدش ارتفاع الصينيه نفسها. اللي عنده حله الكيك الموضوع هيبقى ابسط بكتير، هيحط طبعا ورق زبده طبعا، بس بتبقى هي حله الكيك اصلا مرتفعه. اسوي بالشكل ده، وكنت طبعا مشغله الفرن من قبل ما اشتغل. الملحوظه دي احنا عارفينها في الكيك ودايما اقولها لكم في كل وصفه كيك. الفرن بنشغله من قبل ما نشتغل على درجه حراره 180. الصينيه دي اخدت معايا نص ساعه. طبعا كل فرن غير التاني، ممكن فرن حضرتك ياخد مده اكتر او اقل حسب نوع الفرن. بعد نص ساعه تبتدي تختبريها بعود خشبي زي كده، طلع معاكي نضيف بالشكل ده، خلاص كده تمام جدا، يبقى هي مستويه وزي الفل. بصوا بسم الله ما شاء الله اخدت ارتفاع قد ايه. طبعا هطلعها واوريها لكم، بس دلوقتي ما اقدرش اشتغل فيها خالص ولا اقرب لها تماما لان هتفتفت مني وهتبوظ مني. غطيها بورقه زبده وغطيها كمان بفوطه نظيفه واحطها على رخامه المطبخ تبرد تماما. وممكن كمان كنت بسيبها لتاني يوم، بس عشان كنت مستعجله سبتها تبرد واشتغلت بيها.
على ما هي تبرد تعالوا نعمل مع بعض الكريمه او الكريم شانتيه. كوبايه من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، دي كانت معلقه من الباستري كريم ودي اختياري عايزين تحطوها او لا. نص كوبايه من السكر الابيض الفاتح، وكوبايه ميه ساقعه متلجه، واضرب الكلام ده مع بعضه. تاني مقادير الكريمه: كوبايه كريم شانتيه خام بدون سكر، معلقه واحده من الباستري كريم، نص كوبايه من السكر الحبيبات البيضة او السكر الناعم شويه، كوبايه ميه ساقعه متلجه وممكن نستبدلها كوبايه لبن متلج. هضرب كويس جدا لغايه ما الاقي القوام بتاع الكريم شانتيه، القوام الحلو اللي مش سايل، اللي مش المتماسك زي كده. بصوا برضو ما شاء الله ماسك ازاي في السلاح كده، حلو جدا. عايزينه اخف من كده زودوا شويه ميه براحتكم جدا، بس القوام ده ممتاز. الكيكه بتاعتي بردت وطلعت بمنتهى السهوله من الصينيه. بصوا يا جماعه عشان ورق الزبده، بصوا بسم الله ما شاء الله، سبونج سبونج مفيش كلام، بيطلع بمنتهى السهوله من الجناب. طبعا عشان الكيكه بردت بتبقى اسهل معاكي في الشغل زي ما اتفقنا، ما ينفعش نقرب للكيكه وهي سخنه. بصوا اللون الكيكه وارتفاعها، دي صينيه مقاس 24 يا جماعه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله عليها، مفيش كلام تاني. بصوا ورق الزبده من القاع بقى، الله اكبر. بصوا اللون يجنن. الكيكه بجد بجد كانت سبونج من الدرجه الاولى. طبعا السبونج من الحاجات الصعبه جدا، وست البيت دايما بتحس ان هي بتفشل معاها، لان بنفصل الصفاره عن البياض، ولو ضربتي ضرب مبالغ او ما حطيتيش هوا كويس في الكيكه ممكن تهبط منك. لا، بالطريقه دي اعتقد مفيش بعدها طريقه، يعني هتبقى سهله عليكي وميسره جدا، وفي حاجه واحده بتضربي كل المكونات مع بعض. طبعا في الاسبونج بنقشر الوش بس بتاع الكيكه، زي ما احنا عارفين ان الوش ده بياخد زفاره البيض فمش مستحب. بنقشر كده بالشكل ده، حلو جدا. الكيكه مش مستحمله يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه دي. قشرت كده الوش. هنا كان ممكن اشيل الجزء اللي فوق ده، لان ده الجزء يا جماعه بيبقى اللي هو الجزء اللي قابب من الكيكه، لما بتنتفخ في الفرن الجزء ده بيبقى قابب، بيبقاش متساوي قوي. كان ممكن استغنى عنه بس انا قلت لا، وهوريكم ازاي انا اطلعه بالشكل الحلو اللي انتوا شفتوه في الاول ده وبالكريمه. خليكم معايا وتابعوا الفيديو. بصوا يا ريت تكونوا معايا تسمعوا صوت الكيكه، ليها صوت. تعرفوا الكيك اسبونج وسفنجي ولا لا لما تضغطي عليها وتسمعي صوت الهواء، فيها صوت هواء، الكيكه بتتنفس. وشايفين طبعا ما شاء الله المسامات بتاعتها وازاي لونها فاتح بالشكل ده. من انجح وصفات التورت اللي ان شاء الله هتعجبكم باذن الله وهتجربوها. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. انا قطعتها 4 طبقات، ولازم تكون السكينه بتاعت حضراتكم زي بتاعتي كده الطويله دي المشرشره، لو سكينه عاديه هتفتفت منكم جامد. ملحوظه تانية، لو الكيك ده بات لتاني يوم ما كانش يبقى فيه الفتفته الصغيره اللي حواليا دي، بس انا عشان مستعجله فاشتغلت فيها، لكن في العادي بشتغل فيها بلفها وبحطها في التلاجة لتاني يوم. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي 4 طبقات. الكريمه بتاعتي جنبي، جبت القاعده الدواره بتاعتي وابتديت احط جزء صغير من الكريمه عشان اثبت اول ديسك من التورته ما يقعدش يجري وانا بشتغل. جبت اول ديسك بالشكل ده تمام. وهنا ابتدي اسقي التورته. انا هعمله سيرب خفيف خالص اللي هو عباره عن ايه، كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه، هيغلوا على النار غلوتين، هديهم عصير نص ليمونه، اطفي عليهم يبردوا وابتدي اسقي الكيك. ولو ان الكيك بتاعي اصلا مش محتاج يسقي، انا لو ما سقيتوش مفيش مشكله لانه هش ورطب جدا جدا. ممكن نستبدل السيرب ده يا جماعه بلبن للي حابب. هنا كانت الكريمه بتاعتي بقى جاهزه جنبي كده، وببتدي اشتغل واحط طبقه حلوه كده من الكريمه، وبالسكريبر ابتديت ان انا اوزعها. تقدري تستخدمي سباتيول مع ظهر معلقه، اي حاجه متاحه اشتغلي بيها. حلو جدا. في المرحله دي ممكن تحطوا الصوصات يا جماعه بين الطبقات للي عايز يحط صوصات، بس انا ما حطيتش، انا يعني حبيتها كده زي ما هي بسيطه كده. دي الطبقه التانية، وابتديت برضو لازم تضغطي زي ما انا ما بعمل كده علشان الطبقات تتماسك، وما تيجي تقطعي التورته وتاكليها في الاخر تلاقي كل الطبقات متجانسه وحته واحده، ما تلاقيش الطبقات مفرقه عن بعضها. بس برضو جزء تاني من الكريمه، ما حبيتش اقطع المقطع ده عشان تشوفوا يا جماعه ازاي بنوزع الكريمه وازاي بنحط الطبقات لاي بنت لسه متجوزه جديد، عروسه عايزه تجرب، ست بيت عايزه تجرب التورته، تبقى الخطوات قدامها واحده واحده. تمام. الطبقه الثالثه وبرده هنسقي بنفس السيرب. شايفين بين كل واحده وواحده لازم اعمل ضغطه كده. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا اي صوصات انتوا حابينها ما بين الطبقات، عايزين تحطوا فاكهه براحتكم جدا. نوزع.
بمناسبه معلقه الباستر كريم اللي انا حطيتها يا جماعه في الكريمه، زي ما قلت لكم دي اختياري. كل الحكايه ان هي بتدي قوام اكتر لكريم شانتيه متماسك اكتر، وبتدي طعم اغنى. لكن عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكله، هي من عند العطار، وانا كل اللي استخدمته معلقه واحده بس. وادي الطبقه الاخيره اللي بقول لكم عليها، اللي هي بتبقى قابه شويه كده على سطح الكيك ومش متساويه. هتشوفوا كمان شويه ازاي انا خليتها كلها شكل واحد مع نفس الطبقات وحجم واحد. سقيت برضو الطبقه دي وابتديت احط جزء من الكريمه. حلو جدا. اسوي بقى كده وابتدي بالسكريبر بقى اوزع من الجناب ومن فوق ومن تحت، وافضل بقى كده املسها لغايه ما الاقيها معايا شكلها حلو وشكلها متناسق وتمام التمام. سكريبر يبقى جنبك والحاجه اللي فيها الكريمه جنب ايدك، وبالسكينه المشرشره اللي كانت معايا دي يا جماعه عملت الخطوط اللي على الجنب دي، لان انا ما عنديش سكريبر زجزاج، فعملت بالسكينه المشرشره. ده صوص شوكولاته انا اللي عاملاه في البيت، مش شارياه ولا حاجه. واللي عايز طريقه الصوص ده يقول لي ان شاء الله انزل لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه، انا كنت عاملاه في فيديو منفصل. صوص تحفه جدا يا جماعه، وسهل وبسيط واقتصادي. وزعته بقى، كنت حاطاه في كيس حلواني ومجهزاه، وزعته بالشكل ده على سطح التورته، وبظهر المعلقه ابتديت اساوي كده. وابتديت برضو بنفس الكيس اعمل كده من الحروف علشان ينزل لي كده زي خيوط على الجنب بتاع التورته ويديني الشكل الحلو. الصوص ده طعمه يجنن. تقدروا تستخدموا طبعا اي صوص تاني انتوا حابينه، عايزين تعملوا مع التورته دي صوص فراوله، صوص كراميل، صوص توفي، تجيبوا مربى حليب، براحتكم. بس انا بوريكم الحاجات الاقتصاديه والسهله والميسره، خصوصا بعد دلوقتي الحاجات كلها غاليه يا جماعه، فاحنا بنحاول نعمل كل حاجه في البيت بقدر المستطاع. جبت بقى جزء من الكريمه اللي اتبقى معايا وعملت روزيتات صغننه كده حوالين التورته من تحت. صورتها من تحت كده يعني سور كده صغير، ولفيت الروزيتات دي، وابتديت اعمل برضو روزيتات هنا كده من فوق على التورته. اظبط بقى الروزيتات بتاعتي تمام. وكنت مجهزه شويه من الفراوله، تقدروا برضو زي ما قلنا نستخدم اي نوع فاكهه. عملت واحده كده زي الورده كده، حطيت واحده كده وواحده من هنا. الفراوله دي على اطعاب الطول، انصاف يعني، وحطها بالشكل ده. لو التورته دي يا جماعه تاكلوها في نفس اليوم مش هتحتاجوا تحطوا جيلي تلميع. لو هتاكلوها تاني يوم تالت يوم يعني بعدها بوقت، نجيب جيلي تلميع من عند مستلزمات الحلواني ونبتدي نلمع الفاكهه بتاعتنا عشان لونها ما يغيرش. خلصت التورتايه، وكانت من اطعم ومن احلى التورتات اللي انا عملتها. يا رب يا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها وتشاركوني كده في الكومنتس. وانا هنا كنت حطيتها بقى في التلاجة تسقع شويه، حتى هتلاقوا الصوص بتاع الشوكولاته لونه بقى اغمق، لان هي قعدت بقى في التلاجة واتمسكت والكريمه اتمسكت. وده الافضل يا جماعه، لما تيجوا تعملوا تورت ما تاكلوهاش على طول في ساعتها، لازم تتحط في التلاجة شويه، هتحسوا جدا بطعمها وبالنكهات اللي فيها. تعالوا بقى نطلع قطعه كده مع بعض واوريكم الطبقات من جوه واوريكم الطراوه والحلاوه. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، اسفنجيه من الدرجه الاولى، كريمه. كانت تورته تحفه بتدوب في البق بجد. صوص الشوكولاته اللي نازل ده مع الفراوله مع الكريمه شغل عالي جدا. اتمنى الوصفه تعجب حضراتكم، واتمنى تجربوها وتشاركوني في الكومنتات. الفيديو ده يا جماعه انا تعبت فيه جدا، اتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب. شكرا ليكم والسلام عليكم. كنت معاكم مها جوهر.